في نشرة أخبار أعظم نادي في الكون. نبدأ طبعا أخبارنا بسفر النادي الأهلي للسودان لملاقاة الهلال السوداني على ملعبه يوم السبت إن شاء الله. ودي هتبقى الجولة التانية في دوري المجموعات. الجولة الأولى اتأجلت، كانت مع القطن الكاميروني بسبب انشغال النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. وكالعادة قبل كل مباراة لينا مع الهلال السوداني لازم المسؤولين عندهم بيصرحوا شوية تصريحات غريبة كده. كلنا عارفين إن المباراة هتقام من غير جماهير، فنادي الهلال السوداني طلع بدل ما يبص للنقطة الحقيقية في إنه هيلعب على الأرض من غير جمهوره، بص إن النادي الأهلي بيتجامل من الاتحاد الأفريقي، وده مش حقيقي. قال احنا كل مباراة قبل المباراة اللي مع النادي الأهلي لازم الاتحاد الأفريقي يطلع قرار إن نلعب على ملعبنا من غير جمهور. والقصة راجعة تقريبا لحاجات للسلامة أو حاجة كده، في مواصفات حاططها واشتراطات الاتحاد الأفريقي للملاعب اللي هتقام عليها المباريات مش كاملة عند النادي الهلال السوداني. فطبيعي مش ماتشنا بس اللي هيبقى من غير جمهور، لا ده ماتشات بقيت دوري المجموعات كله. فالموضوع ملوش علاقة بينا يعني، بس ماشي يعني واخدين على كده. نيجي للنقطة التانية أو الخبر التاني، وهو اشتراك النادي في البطولة العربية. أنا من وجهة نظري الموضوع هيبقى صعب شوية. هو تقريبا النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي إنه مشارك، لكن كده أنت هتشارك في إيه؟ دوري، كاس، دوري أبطال، دوري السوبر الأفريقي، البطولة العربية. حد هيقول لي مثلا طب ما هو ممكن يلعب في بطولة من البطولات دي بالصف التاني أو بالناشئين أو بالاحتياطي أو أيا كان يعني. بس ماشي، مع احترامي ليك، هيلعب بصف تاني صف تالت. إذا أنت ريحت بعض اللاعبين فهو هدك على الجهاز الفني. مين الجهاز الفني اللي هيفكر في 5 بطولات؟ والا كنت تعلم من الاول ان انت في بطوله من البطولات دي هتشارك فيها بالصف الثاني. رغم ان لحد دلوقتي في ناس كتير بتشكك في ان اقامه السوبر الافريقي هتقام الموسم الجاي. في ناس لحد دلوقتي بيقولوا ان الموضوع زي ما بيقولوا بالبلدي فنكوش، او مش هيطبق من السنه الجايه. لكن لحد دلوقتي حتى في تسريبات خرجت بالانديه المشاركه، منهم طبعا النادي الاهلي على راس القائمه، الترجي، حوريه كوناكري، بيترو اتلتيكو، الوداد. ففي ناس لحد دلوقتي بتقول ان البطولة دي لسه في علم الغيب يعني، مش اكيد الموسم الجاي. فلو حتى استثنينا السوبر ليج، هيبقى دوري، كاس، دوري ابطال، البطولة العربية. بس هو في شرط اتحط حلو في البطولة العربية، وهو مشاركة النادي الاهلي من الدور من المرحلة الأخيرة من البطولة على طول، مش هيلعب التمهيدي والكلام ده. فيمكن دي تبقى في صالحنا شوية، لأن طبعا بطولة الأندية العربية ازاي النادي الأهلي مبقاش موجود؟ يعني نادي من أكبر أندية الوطن العربي كله سبب مش موجود. طبعا مكسب للبطولة ومكسب نادي الأهلي، يعني الموضوع مشترك طبعا. المصالح تبقى مشتركة، خصوصا يعني تخيل النادي الأهلي يلعب قدام نادي النصر السعودي وتلعب قدام كريستيانو رونالدو، برضه فايدة لعيبتك. يعني البطولة برضه هيبقى فيها مميزات. عموما هنشوف الأيام الجاية هتسفر عن إيه بالنسبة لموضوع السوبر الأفريقي، وبالنسبة لموضوع البطولة العربية النادي الأهلي هيشارك فيها بأنهي لعيبة. وهيبان عندنا بقى خبر تالت، هو خبر تالت مشترك ما بين احمد عبد القادر وما بين اليو ديانج. فيهم مفيش حاجه رسميه جت للنادي الاهلي، لكن في ناس كتير وصحف كتير بتتكلم ان احمد عبد القادر نال اهتمام الناس في نادي اي سي ميلان، ويقال ان هم بعتوا ناس في المغرب يتفرجوا على احمد هناك. طبعا حاجه، لعيب عندنا يطلع على اي سي ميلان دي حاجه كبيره جدا، ميزه لينا وللاعب يعني. رغم ان من وجهه نظري احمد عبد القادر فعلا يستاهل يحترف في نادي كبير، رغم ان هو لحد الان مفيش حاجه رسمي جت للنادي الاهلي، لكن كلها ايه اجتهادات من بعض الصحفيين. الخبر التاني برضو اللي زي احمد عبد القادر هو اليو ديانج. برضو بيقولوا ان في ناس من النادي اياكس الهولندي متابعين اليو ديانج وتابعوه في كاس العالم للانديه. بس انا بوجهه نظري ديانج يستاهل دوري اقوى من كده. يعني انا مش عارف ليه شايف اليو ديانج في الدوري الانجليزي، او على الاقل يعني ممكن فرنسي، انما الهولندي صعب شويه. نرجع ده يودينا برضو لنقطه مهمه، وهي ان احنا برغم ان في ناس كتير من الجماهير مش راضيين كان عن اداء او المركز اللي وصلنا في كاس العالم للانديه، والعروض دي بتيجي للعيبه دلوقتي. يعني احمد عبد القادر بيتكلم في اي سي ميلان، اليو ديانج كان في تصريح ان نادي برشلونه هيتابعه، ودلوقتي بنتكلم في اياكس. محمد عبد المنعم مدرب نادي فالنسيا الاسباني اتكلم عليه. فما بالك بقى لو كنا ربنا كرمنا عدينا ريال مدريد او خدنا البطوله او لعبنا نهائي، كان ايه؟ كان هياخدوا الفرقه كلها وغيروا اسمها. فسبحان الله يعني. فهو ده بيخليك بيوريك ان انت هيبقى عليك سبوت فعلا. النادي الاهلي مش هيبقى عالمي، النادي الاهلي بقى عالمي فعليا. كل التوفيق للنادي الاهلي، وما الى لقاء مع نشرة اخبار جديده. السلام عليكم.
الله الله